جميل جدا. هو ما دارش ضجه، هو عرى على الواقع. هو بين لنا شي حوايج اللي بزاف د المغاربه ما يقدروش يتكلموا. علاش ما يقدروش يتكلموا؟ لان الزمان غلبهم والظروف غلباتهم والاسعار غلباتهم. الانسان ولا يلاه كيقلب على طرف ديال الخبز، كيخرج في الصباح كيقول يا ربي غير نوصل لداري بخير، ما يطلبوش ليا الوليدات المتطلبات، شي امور ماديه راك انت عارف. ولكن حنا كنسمعوا باللي هذا الفيلم هذا يعني تمنع وكذا واش الهضره صح ولا عادي؟ وشوف خويا، حنا بغينا سي سعيد النصيري باش يخرج بشي تصريحات، لان كنشوفوا شي نقاد ديال السينما قالوا بان شاد الفلوس حنا شوف يشد الفلوس الله يعاونو. الا كان شي واحد كيهضر علينا على كمواطنين حنا بساط، كمواطنين فقراء كنقولوها وكنعاودوا نقولوها، حيت الملك ديالنا ملك الفقراء، الله ينصرو لنا والله يخليه لينا. حنا علاش نبقاو ديما مع الفقراء؟ علاش؟ حيت عندنا ملك فقير وكيبغي الفقراء وكيحب الفقراء، ونتمنوا ليه الشفاء. دابا انت نتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله، ويرجع لنا بواحد الصحه قويه، لان التحركات ديالو في اي بلاصه راه كتعطينا واحد القوه وكيعطينا واحد ديالنا العزيز، كيعطينا واحد اش نقول لك اخويا، راه الفرحه اللي كتكون واحد التقدم وازدهار. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله، انت تجي كنتمناو اخي العزيز. وراه علاش انا كنجي نتكلم في هذه القناه الجميله معكم؟ لان الصوت كيوصل من القلب. واخا قلتي لي واحد النقطه اخي، قلتي لي بغينا شي تصريح ديال سعيد النصيري باش نعرفوا اشنو واقع. بغيناه يتكلم، لانه هو من يخرج وقال بان بغيتكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، بغيتكم باش توصلوا لي. ما عارفينش شنو واقع لحد الان، باقي نعرف شنو واقع لحد الان، وبغيناه هو بالجرأه ديالو. يعني متى تنشد المغاربه، يعني بغينا نعرفوا السبب. هادشي اللي بغينا خويا السي سعيد النصيري الاستاذ المحترم. بغينا مني هاد الناس كيقولوا بانك انت شاد الفلوس وداك الشيء، خرج لنا بواحد التصريح باش حنا المغاربه. شوف راه كيف كيقولوا، راه المغاربه يقدروا يهزوك يقدروا يهبطوك. راه شعب جميل وشعب مضياف وشعب مناضل وشعب ديال التضامن وشعب ديال الاخاء وشعب ديال اي حاجه. احنا شوف معترفين بنا العالم كامل معترف بينا. وخير دليل في اللقاءات ديال كره القدم ملي كنتصلوا راه كلهم كيهتفوا بالمغرب، مروكو، وهذا شرف لينا باش نكونوا منتمين لهذا الوطن العزيز، الوطن المحترم. شوف خويا، هذا الفيلم هذا اللي كيف دار ضجه، نقولوا هو براسنا مرفوع، لان عرى على الواقع، والواقع كنعيشو حتى انا ولد حي شعبي، حنا ملي كنجيو نصرحوا وكنهضروا راه ما كنهضروش على فراغ. حنا ولاد حي شعبيين، عشنا في الكريان، عشنا في القهراء، عشنا في هادشي اللي كيقولوا الواقع. حنا هو ملي قال هادشي، واش داروا في شي بلاصه ما كايناش في المغرب؟ داروا في واحد الكريان اللي طول سنين، وهذه الرساله باش المسؤولين، هذاك الكريان خصو يحيد. حنا كنسمعوا دابا بان كاين ان شاء الله كاين استفادات للناس وكاين ايواء مدن الصفيح، هادشي كنفرحوا ليه، ولكن خاصنا نفكروا في دوك الناس ملي غنبغيو نهزوهم من هذاك المكان. واش لقينا لهم واحد المكان صالح للعيش؟ واش لقينا لهم واحد المكان اللي فيه الكرامه ديالهم وفيه الحقوق ديالهم وفيه الواجبات ديالهم، وتا هما ملي يتحولوا لذاك المكان يعرفوا الحقوق اللي عليهم والواجبات ويحافظوا على الممتلكات؟ لكن ديتك لواحد الحي سكنتك فيه وجبت لك الطريق، جبت لك الاناره، جبت لك الجرادي، انت حافظ عليهم، راه ديالك، راه ماشي ديال الجماعه. نبدا نخرب. شفنا هادشي دابا كيوقع في واحد المشروع ملكي سامي ديال سيدي حجاج، الناس راهم خدامه ماشي ما خداماش، ماشي غنبقاو نقولوا ديما ما كاين الخايب وما كاين الزوين، راه كاين الزوين، ولكن حنا المغاربه حنا نهضر دابا على راسي انايا عندي مسؤوليه في داكشي اللي كنخرب، عندي مسؤوليه في داك الزبل اللي كنلوح في الشارع، عندي مسؤوليه في داك الاناره اللي كنطفي، حتى انا عندي مسؤوليه. راه ماشي غنقولها مسؤول، المسؤول حتى انا مسؤول. يعني حتى انت مسؤول على الوطن ديالك. حتى انا مسؤول على الوطن ديالك. حنا علاش كنهضروا دابا؟ هذا الفيلم هذا كنت تفرجنا فيه كيف تفرجنا في الافلام، ماشي فيلم تفرجنا ها هما بحال ما كاين والو، ولكن هذا الفيلم دخل قلوب المغاربه، كاملين، ما كاينش اللي ما كيتكلمش عليه.
ما كاينش اللي ما فرحش به، ما كاينش اللي ما بغاش، ولكن خليونا من نبدا نقولوا لا حقا راه شد الفلوس، شد الدعم، شد هادي شد هادي. شوف هو كيهضر على الفقراء، الله يزيدو، الله يغنيه، الله يغنيه. احنا اللي كيهضر على الفقير احنا معاه. هذا خويا على الفقير، انتم كوزراء كبرلمانيين كمنتخبين هضروا على الفقير والاصوات ديالهم راه كيعطيهم ليكم. واش انت الا جيتي خدمتي واحد المنطقه درتي لها الطرقات ديالها، درتي لها المدارس ديالها، درتي لها التنميه فيها، الناس خدامه، الناس فرحانه، الناس ناشطه، واش ما يصوتوش عليك؟ واش ما غيبغيوكش؟ واش ما غيحبوكش؟ ولكن انت ملي كضرب الميزانيه بوحدك كتاكلها بوحدك والناس مشرده، الناس ما عندهمش العمل، ما عندهمش الطريق، ما عندهمش ترونسبور، ما عندهمش الاكل، ما عندهمش بزاف د الحوايج. اذا انت كيفاش انت مسؤول؟ كيفاش هذيك الامانه اللي انت اديتي القسم عليها؟ كيفاش؟ واش كتكذبوا على المغاربه؟ المغاربه الحمد لله راهم واعيين، المغاربه كيحبوا بلادهم. خليونا من الفتنه، حنا ما عندناش الفتنه. شتي مهما المغاربه مهما تهمشوهم كيقولوا عاش الملك، عاش الملك، الله يخليه ليه، الله يخلي سيدنا، الله يخلي سيدنا. راه حنا فرحانين بالاسره العلويه، فرحانين بالمسؤولين الشرفاء. حنا راه ما كنعموش، ما كنقولوش كلشي ما مزيانش، ما كنقولوش كلشي ما خدامش، ولكن راه بغينا كلشي نخدموا، حيت حنا كلنا مغاربه. لاحظتي واحد اللقطه ملي قال لهم شكون اللي اجنبي نوض، هما ينوضوا كاملين. اذا انتم كمسؤولين عندكم بطاقه وطنيه، عندكم جنسيه مغربيه، ومني كيسولوكم واش انتم اجانب كتنوضوا تقولوا احنا لا، انتم مغاربه راكم معانا، خليوكم معانا، عيشوا معانا الضغوطات اللي حنا كنعيشوها، عيشوا معانا الالم اللي حنا كنمروا منه، عيشوا معانا المأساة اللي حنا فيها. راه حنا مواطنين وانتم مسؤولين علينا، انتم كمستشارين كمنتخبين كبرلمانيين، راكم انتم اللي كتحملوا المسؤوليه امام الله. راه اي واحد دابا كيبات في الزنقه، لاحظتي دابا انا كنهضر معاك وكنتراعش بالبرد، انا لابس دابا دافي مزيان وكنتراعش بالبرد. ارى الناس دابا اللي ناعسين تحت البوطو، تحت القناطير، ارى الناس دابا ما عندهمش الفراش. وهذه رساله كنبغي نوصلوها للمغاربه كاملين باش نتضامنوا مع خوتنا اللي في الجبال، ونضامنوا مع خوتنا اللي في حتى هنا اللي عندنا في الداخل. دابا راه عندنا ناس بزاف مساكن ناعسين في الشوارع، ونتمنى باش هذه الرساله توصل لمراكز الايواء. مراكز الايواء ما نخليوش الناس في الزناقي، ما نخليوش الناس، والجمعيات المجتمع المدني. المجتمع المدني راه الدور ديالكم هو هذا، الله يجزيكم بخير. ما نبقاوش نسمعوا بان راه الناس كياخذوا المبادره، الناس كياخذوا الدعم، الناس كياخذوا، ولكن داكشي ما كاينش على ارض الواقع. راه المسؤوليه امام الله، راه العمل الجمعوي عمل تطوعي، راه اللي كيحد الله الوطن، الشعار ديالنا ديما الله الوطن الملك. عمل تطوعي، خلي الفلوس من بعد، دير وبين بانك راك كتخدم وكتحب بلادك، لان الحمد لله الوطن ديالنا غادي في التقدم. شوف الان راه نقول لك انا كنخرج للطرقات وكنشوف القناطير وكنشوف البنيه التحتيه اللي تغيرات. وشي حاجه، شوف شي حاجه نقول لك اللي كانت ناقصه في البلاد ولات. في 2011 مشيت لزياره لامستردام وركبت في الترامواي، في هذيك الساعه ما كاينش هنايا، ومني جيت هنا للمغرب وبان لي الترامواي الخط الواحد، الخط جوج، الخط ثلاثه، الخط اربعه، والحمد لله مازال جايه مشاريع، مازال جايه. اذا اشنو مطلوب منا حنايا؟ نحافظوا على هذه المسائل. الحافلات النقل العمومي اللي ولاو بواحد الطراز رفيع. علاش الناس، انا كنتاسف ملي كنطلع والناس ما كيأديوش التذكيره ديالهم. علاش ما كتخلصش 100 ريال؟ علاش 100 ريال كتقول زعما راني ضحكت عليهم؟ بالعكس، انت مني غادي للعمل ديالكم ما اديتيش واحد التذكيره ديال 100 ريال. 100 ريال 5 دراهم، 5 دراهم عيب وعار، 5 دراهم. ودابا كنقول انا كنبغي نتكلم ونوصل رسالتي للمسؤولين بان الا كان هاد الناس ما يقدروش ياديوها التذكيره 5 دراهم، قولوها لينا نوصلوها لهم، قولوها لينا، ولكن اديو. لما كنتيش قدك 100 خلص 3 دراهم، خلص 2 دراهم، نهضروا مع المسؤولين. كيف دابا الحديقه ديال عين السبع قالوا بان واحد المبلغ غيدار ديال 80 درهم، حنا كنقولوا لا، ما يمكنش يكون بهذاك الثمن. وهذا الصوت كيوصل للمسؤولين، لان حنا ماشي كلنا برجوازيين، راه حنا فقراء. واخا شي كلمه الاخيره، الكلمه الاخيره كنبغي نوجه لكم التحيه لهذا المنبر الجميل